بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم وصفه حمام كريم بالزبادي، ويا ريت تكون زبادي بلدي. وعلى فكره الفيديو اللي عملته لكم بتاع النخاع ده هيفوتكم والله، اللي مش هتجربه ومش هتسمعوا. الفيديو رهيب بجد، الوصفه نفسها رهيبه. سيبكم الفيديو، الوصفه نفسها رهيبه بتاعت النخاع اللي فاتت دي. وعملت لكم قبل كده الحنه طبعا انتوا عارفين حاجات مغذيه جدا للشعر. النهارده هعمل لكم وصفه ترطيب عالي. وهقول لك يعني المتجوزه تغسلها ازاي واللي مش متجوزه تغسلها ازاي. تمام، هقول لكم وانا شغاله دلوقتي وليه وايه السبب. هقول لكم معانا هنا شويه مكونات بسيطه جدا، مفيهاش حاجه يعني. طبعا علبه الزبادي مش موجوده عندي لان انا اوريدي مش عامله دلوقتي. يعني انا لو هعمل دلوقتي هتلاقوني بجهز الوصفه معاكم، لكن انا مش هعمل دلوقتي. قبل ما نبتدي يا حبايبي يلا شرفوني بالاشتراك واللايك والشير لو الفيديو عجبكم. وصفه بعملها من اكتر من 30 سنه، ترطيب عالي جدا. وزي ما قلت لك هقول لك المتجوزه تغسلها ازاي واللي مش متجوزه تغسلها ازاي. يلا نبتدي. في بوله زي دي هنجيب علبه زبادي بلدي او علبتين حسب طول شعرك وتقله. يعني لو شعرك خفيف وقصير يبقى علبه، شعرك طويل وتقيل ما شاء الله يبقى علبتين زبادي بلدي من اللي هي الصغيره او العلبه الكبيره دي. تمام. معانا زيت زيتون. زيت زيتون ده زيت نقي جايباه من مطروح. ومعانا عسل نحل. بس خلاص كده يا جماعه، ولا اي حاجه خلاص. شعرك ناشف زي ما هو، ما تبلهوش ولا اي حاجه. هناخد علبه الزبادي او علبتين هنا زي ما قلنا، وهناخد عليهم معلقه بتاعه الاكل دي زيت زيتون، ومعلقه نص معلقه من دي عسل. ليه بقى؟ العسل النحل مغذي ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات. الناس اللي عندها قشر في شعرها ان شاء الله تتخلص منه، بيدي لمعه حلوه قوي للشعر. تمام. زيت الزيتون برضو نفس القصه. ما تسمعيش اللي بيقولك بينشف الشعر ومش بينشف، احنا حاطينه مع زبادي دسمه. بلاش زبادي الشركات يا جماعه، خلينا في زبادي اللي هي زي زبادي الاصدقاء والحاجات دي اللي هي بتبقى عليها طبقه قشطه حلوه كده. تمام. هنحط العلبتين الزبادي هنا وعليها معلقه من هنا ونص معلقه من هنا لو المعلقه كبيره، نضربهم مع بعض. ممكن تحط لهم صفار بيضه يبقى كرياتين وبروتين طبيعي. انتوا عارفين طبعا من مكونات الشعر البروتين والكرياتين. لكن انا مش هحط صفار البيضه. ليه؟ عشان انا هقولك على طريقه تغسليه بيها، مش عايزه يبقى فيها زفاره. تمام. خلاص نضرب كل ده مع بعضه. هنقلب كل اللي عملناه هنا مع بعضه وشعري ناشف خلاص. هحط بقى على الجذور واحط على الاطراف واخلي شعري كله غرقان من حمام الزبادي ده. خلاص. ونحط عليه بونيه او نحط عليه كيس من بتاع السوبر ماركت، ونحط على رقبتنا فوطه، لان كل الزبادي ما تقعدوش اكتر من ساعه ونص يعني. حابه تخلصي تشطبي مطبخك وبعدين تغسليه براحتك. هتحطي فوطه على قفاكي كده، سوري يعني في اللفظ، او على رقبتك، علشان الزبادي هتفضل تنزل ميه، تسرد ميه. خلاص. اقولك بقى الطريقه اللي هتغسليه بيها بعد ساعه ونص او ساعتين. بالنسبه للمتجوزه هتغسله عادي بشامبو. تمام. تغسله بشامبو ومفيش داعي لحمام كريم. يعني هو كده كده ما شاء الله هيبقى مترطب جدا. تعالي بقى للي مش متجوزه، وده اللي كنت بعمله زمان قبل ما اتجوز. الزبادي لو شطفتيها، بس شطفتيها شطفه حلوه من غير شامبو، هتديكي رطوبه مش عايزه اقولك، طراوه مش عايزه اقولك، هتديكي بجد لمعه حلوه جدا. ده في حاله لو غسلتيها من غير شامبو. المشكله في ايه بقى؟ انها تقعد معاكي يوم او اتنين، تحسي ان في ريحه. هي مش ريحه وحشه بس في ريحه يعني. او ممكن بقى لو عندك سبريهات معطره الكلام ده تحطيه على شعرك. بس بجد الوصفه لما ما بتتغسلش بتبقى رهيبه. يوم او اتنين. ولو انت من الناس اللي ما بتحبيش تلفي شعرك، هي اوريدي هتتهوى بسرعه. جميله الوصفه دي، قصدي الطريقه دي اللي ما بتتغسلش للي مش متجوزه. مش معقول بقى هتروحي
يبقى كله ريحته زبادي كده وتنامي جنب جوزك، لا هيقول لك لعنة الله على اللي اديتك الوصفة دي. بس جربي ما تغسليهاش، يعني حتى لو متجوزة وجوزك مسافر او بيجي اخر النهار، جربي بس اعمليه كده، صدقيني بجد. للي شعرها ناشف بيدي طراوه حلوه جدا. العسل زي ما قلت لك بيمنع القشره، مضاد للفطريات، مضاد للحكه. معاه برضو الزيتون، نفس زيت الزيتون، نفس المواصفات بتاعته. جربيها، وبفكركم بالاشتراك واللايك والشير لو الفيديو عجبكم. وصفات سهله وبسيطه من جوه البيت. ويا رب الفيديو يعجبكم. وشوفوا يا جماعه الفيديو بتاع النخاع ده رهيب بجد، قسما بالله رهيب، بيدي طول وتقل ونعومة للشعر، رهيبة بجد. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة. لو حبيتوا وصفات جديدة اسألوني، انا باع يا جماعة في الوصفات دي طول عمري بعملها من وانا بنوتة صغيرة، باع طويل يعني. اللي تحب اي وصفة تسألني، واللي تحب اي حاجة لو عندي المعلومة بأمانة ربنا هقول لكم. وشكرا يا حبايبي، وباي باي. وما تنسوناش في دعواتكم مش هقول في الاشتراك، ما تنسوناش في دعواتكم. شكرا يا حبايبي، وباي باي، نشوفكم على خير.